اليوم يوم مو عادي. صباح الفل على حبايبي. اليوم المصري، اليوم الأكل مصري بامتياز، وحتى التقديم رح يكون مختلف. حيكون تقديم كتير شعبي وشي بسيط بيشبه أهلنا بمصر. ونبلش تجهيزات من القعدة. خلا سخت أنا مبين ما رح تساعدني من القعدة. خلا سخت قلبي حسسني. اليوم مكتوب باين من عنوانه رح اشتغل لحالي. ما هو على باله. يلا حبيباتي، لا. رح نبلش نعمل معكم كفتة الفراخ المصرية. قوم يلا. عندي بقدونس وفليفلة خضراء، فليفلة حمراء وبصل. رح انزلهم. بنزل الخضراء. عندي هون كيلو دجاج مطحون ناعم، نزل عليه قطعتين زبدة، تعطيه طراوة للدجاج وبطلع كتير طيب. وهلا عندي بهارات: زنجبيل، قرفة، فلفل اسود، كمون، كزبرة وشوية ملح. وننزل عليهم بيكنج باودر حتى شوي ينفخوا معنا بالشوي. بسم الله. على قد دبس بفليفلة وعجنوهم كتير منيح. والنشا نسيتي شنو؟ اي والله نسيت، بس لحظة لا تكتر. شوي على تقريبا بركة. معلقة. الملح هم نسيتي؟ لانه ما بتساعدني. وهلا حبيباتي رح اعلمكم طريقة تشكيل كتير حلوة وجديدة. يمكن راح افطر. انت قضيت لي شهر رمضان بس على هذا الكلام؟ يا عمي جعت. قربت اخلص، ما بقي شيء للاذان. لا جعت لا. خل افطر. استرجي. ها شو ايش رح اسوي فيك؟ رح تطلع كتير طيبة الكفتة، انا كتير متحمسة لها. شكرا. هو عم بدللني مشان ينهزم وما يساعدني. بتطلع طعمتها كتير طيبة على فكرة، لأنه الزبدة تعطي طعم ونكهة للدجاج وطراوة كتير طيبة. وهذا أول شكل صار عنا جاهز. نعمل الشكل الثاني. كفتة الفراخ محشية بالجبن. بتجيبوا هيك القطعة، بس باوعن عمي باوعن. يعطيه العافية. هو كتير تعب، هو اشتغل فيهم أصلا. يلا كافي فوتهم من الفرن. شايفين يلا الشكل كافي. ما أحلاه؟ يلا فوتهم من الفرن يلا. استنى شوي، استنى أفهمون. حطيت هيك خضار مشان واو. هيك يطلع شكلهم طعمهم يشهي. هاي خضار. لا مستحيل والله ما كنت تعرفاني. فرجيهم الصينية الثانية تبعات الجبن. واو. وهلا شو بتعملوا حبيباتي؟ بتحطوا شوية زيت على وشهم. هسه فوتهم بالفرن. يلا بينا يا فلوبي، خلينا نعمل خلطة الحواوشي. هاي شنو؟ منجيب بقدونس، حبتين طماطم. ايش بقولوا للبصل؟ انا ما اعرف. خليه بصل. فلفل الأحمر وثوم وفلفل أخضر. بصل. اي اجباري لازم تصير ناعمة عشان تنعجن مع اللحم. حبيباتي في مي نزلت هون بالخضرة، ما تنزلوها، بتنزلوا بس النواشف. شوفوا حبيباتي ايش قد طلع منها مي. شايفين؟ هي كلها بتتركوها على طرف. عندي نص كيلو لحم غنم طحنته كتير منيح. فلفل اسود، شوي كمون، زنجبيل،
لا بهارات مشكلة، شوي قرفة وشوي هيل، مكعب زبدة، ملح، ملحو، عجنوها كتير منيح. حبيباتي رح اعمل معكم عجينة الحواوشي. عندي هون كيلو طحين وانتوا عم بتنزلوا وبتضلوا تنخلوا. نزل عليها شوية ملح، معلقة سكر، خميرة فورية، شوي فانيلا. انا بحب الفانيلا مشان تعطي هيك ريحة للخبز طيبة. بتنزلوا ربع كوب زيت، بسم الله، وبتنزلوا اول كوب مي دافية. كل ما حسيتوا احتاجت العجينة بتضيفوا لها مي لقد ما تصير بايدكم طرية. شوفوا حبيباتي هيك صارت عنا جاهزة. حتى تكون العجينة عندكم اياها ناجحة انكم تمسكوها بايدكم وما تلزق. شايفين؟ هلا هون دهنت شوية زيت وبحط العجين وبخمرها نص ساعة. تفردوا العجينة هيك بهي الطريقة بايدكم، ما بدكم لا شوبك ولا شي. وبتجيبوا لحمة بتفردوها كتير منيح حتى تستوي بالشوي، وشوية جبن وبتسكروها هيك حبيباتي. وهيك صارت عندي جاهزة. والله حطينا الزيت ولازم تحموه كتير منيح. نزل، بسم الله، تغطوه حتى يستوي اللحم. هسه كملت بس باوع حباوع. بس شوفوا لي النفخة. عملت من نفس العجينة هذا الخبز. شوفوا لي النفخة، شوفوا لي ما أحلاه. اليوم الميز فارغ. اليوم بس هو شنو؟ الأكل مصري وشعبي بامتياز. يا الله، لحظة ماكو لحظة، خليني أفرجيهم. شوفوا لي حبيباتي، شوفوا لي الأكل المصري. يا ما بحكي لكم الريحة، ما بحكي لكم. حواوشي، بس هذا فول، كفتة فراخ بالجبن، طاووق وخبز عملته على ايدي، وكفتة فراخ سادة مع الخضار والبطاطس المقلية. وين؟ انا بحكي بطاطس؟ انا بحكي هو بياكل. بس فرجيهم الاستواء. أطباعة. شي انا بدي اكل، اجرب هذا الخبز. شوفوا لي هذا الخبز، لا مو خبز، اسمه عيش مصري. مو والله ضيم حواوشي ما اعرف شو اسمه. شوفوا لي العيش. شوفوا بدي بتفتحوا هيك وبتحطوا الكفتة هيك وبتحطوا شوية ويا الصوص جرجير صوص هيك. شوفوا لي، بسم الله. ما اطيبه. اي ضيم. جرب. بنصحكم تجربوا. الأمانة ما تقول فول، إيه. افرجيهم اكثر. فول.